سلام. واش كتعرفوا فورشان؟ الا ما كنتوش كتعرفوا شنو هو فورشان هو واحد السيت بحال الا قلتي سوشيال ميديا فين الناس يقدروا يحطوا تصاور والناس الاخرين كيشوفوا دوك التصاور ويقدروا يحطوا تعليقات تحت منها ويناقشوا ديك التصويره. غتقولوا لي بحال فيسبوك. لا، الفرق اللي كاين ما بين فورشان وفيسبوك هو ان فيسبوك فاش كتدخل ليها كيخصك تدخل سميتك وكنيتك والميل ديالك وحتى النمره ديالك باش الا طرا شي مشكل كيعرفوك شكون انت. فورشان ماشي نفس الحاجه. فاش كتبوستي شي حاجه في فورشان كتكون مجهول، ما مطلوب منك تدخل لا سميتك لا كنيتك لا حتى حاجه، يعني ما يمكنش نعرفوك شكون انت. باختصار اي واحد يقدر يحط اي حاجه في هذا السيت بكل امان، يعني بلا ما نعرفوا شكون هو. داكشي علاش فورشان معروفه ببزاف ديال القضايا غامضه، بحال مثلا واحد القتال كيقتل الضحايا ديالو كيصورهم وكيحطهم في فورشان قبل ما البوليس يسيقوا الخبر، ولا قضايا ديال الاختطاف. المهم بزاف ديال الحوايج بحال هكا. اليوم غادي تشوفوا معايا وحده من اغرب القضايا اللي طرات في فورشان. 24 ابريل 2013 واحد السيد كيف ما شرحت لكم مجهول الهويه دار واحد البوست في فورشان. داك البوست كانوا فيه دي كوردوني، يعني كيوري واحد البلاصه محدده في الارض للناس وكيقول لهم باللي في ديك البلاصه بالضبط كاينه واحد المفاجاه، وقال باللي ديك المفاجاه كاينه في واحد الميكا كحله. بداو الناس كيهضروا في داك البوست وكيسولوه شنو هي ديك المفاجاه وكذا وكيناقشوا بيناتهم. شويه من بعد بدا كيتجاوب معاهم مول البوست وبدا كيوصف لهم بالضبط ديك البلاصه فين جات، كيقول لهم ما تخافوش راه ما كاينيش البوليس تما، وبقى كيسولهم واش شي واحد جاي في الطريق ولا مازال. وواحد الوقيته كاع السيد تعصب وبدا كيغوت عليهم حيت حتى واحد باقي ما جا، وملي شاف حتى واحد ما جاي قال اجي نحفز الناس. هو يصيفط في داك البوست واحد جوج تصاور باش يشجعهم. زعما شنو في دوك التصاور؟ ماشي شي حاجه. الاولى كانت فيها واحد اليد مقطعه والثانيه فيها عظام ديال بنادم، وكيعاود يقول بلي المفاجاه كاينه في واحد الميكا، وهاد المره كيصور لهم ديك الميكا باش يعرفوا كيفاش دايره، لدرجه انه وصفت واحد التصويره ديال واحد الورقه اللي كاتب فيها بليز كوم، يعني عافاكم اجيو. كون كنتي شفتي هاد البوست نتايا تمشي سير برك من الكذوب سير. المهم كتصير القصه هنا حيت كلشي خاف وحتى واحد ما قدر يمشي يشوف شنو تما. لا كنضحك. واحد النهار من بعد جا واحد السيد سميتو أليكس. هاد السيد جمع كاع الشجاعه اللي عنده، هز طوموبيلتو ومشى لديك البلاصه اللي قال لهم السيد، وكريا واحد التريد ديالو بحال قلتي واحد البوست اخر فين قال للناس راه غنمشي لديك البلاصه وغنبقى نعاود لكم ونصور لكم اي حاجه طرات. المهم كيوصل لديك البلاصه وكيلقى واحد السوتيران بحال شي كاف، كيدخل وكيعاود باللي ديك لاكاف كانت موسخه وفيها واحد الريحه خايبه لواحد الدرجه لا تتصور. وبقى كيدور تما حتى كيلقى واحد الميكا كحله بحال الميكا اللي كنصور خونا، وهو يحلها وهو يلقى المفاجاه. خونا أليكس جاب الربحه، لقى في ديك الميكا فار ميت، وداك الشيء كان بدا كيتحلل، ولقى مع داك الفار واحد الطبسيل ديال البلاستيك مطوي، وفي هذاك الطبسيل مكتوب حل المفاجاه وسد عينيك. فاش حل داك الطبسيل كيلقى ديسك دور. هادشي ولا في شكل. المهم كيهز داك الديسك دور وكيلقى باللي من الداخل ديال داك التبصيل مكتوبه شي حاجه، وفاش كيقراها كيلقى ما كانش عليك تجي لهنا، كنت كنكذب عليكم من الاول. اوكي أليكس داسي. ولكن واخا هكاك أليكس ما خافش وبقى كيقلب في ديك لاكاف ما تعرف يلقى شي حاجه اخرى. و5 دقائق من بعد كيسمع طوموبيل جايه، وتما فهم باللي شي واحد جاي ليه. في الغالب السيد اللي داير هادشي كامل، واللي نفكركم هدا ليه ديسك دور وفار ميت. تما بدا كيسمع خطاوي جايين من الباب منين دخل. دونك أليكس بدا كيقلب على شي بلاصه اخرى منين يهرب، والحمد لله كيلقى واحد الشرجم منين يقدر يخرج. ولكن باش كيخرج من داك الشرجم كيلقى باللي هذاك ما كانش شرجم، كانت هذيك غير حفره منين كتهوى ديك لاكاف. وديك الساعه ما كانش ممكن ليه يعاود يرجع لاكاف باش يقلب على بلاصه اخرى منين يخرج، حيت كان كيسمع الخطاوي ديال شي واحد غاديين وكيقربوا، وهو يبوستي التصويره ديال بلاصه فين واحد. هذه كانت اخر تصويره اللي غيبوستي أليكس، ومن بعدها غيختفي بصفه نهائيه. واش أليكس باقي حي ولا تقتل؟ شكون هذا اللي دار هادشي كامل؟ وشنو كاين في داك الديسك دور؟ اسئله اللي حتى واحد ما عارف الجواب ديالهم من غير أليكس اللي في الغالب غيكون مات.
قولوا لي شنو بان لكم في لي كومونتير. الا عجبتكم هاد لا فيديو ننصحكم تمشيو تشوفوا لا فيديو اللي درت على الخدامين اللي كاينين في الديب ويب. ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس حيت كاينه فيديو كل سبت مع 6. تهلاو في ريوسكم.